السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في قناة هدى سويت. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني 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 من الفيديو اللي فات. قبل ما نعمل اي حاجة يا حبيبة قلبي، انزلي صلي على النبي في الكومنتات عليه افضل الصلاة والسلام، وحطي لي لايك. معانا هنا اول حاجة، معانا تورتة مقاس 21، عملناها ب 350 جرام دقيق سبونج، 4 بيضات، تلت كوباية مية، معلقه محسن جل صغيره، وضربناهم في العجان لحد ما ادانا قوام زي قوام الكريم شانتيه. وقسمنا المقدار بالنص، حطينا على نصه كاكاو، معلقه كاكاو، والنص التاني عملناه فانيليا. بتقعد في الفرن حوالي مثلا 35 دقيقة، ساعة التلت يعني، حسب الفرن بتاعك. طبعا انا ما بعملش يعني سبونش التورته واحده. انا طالما هشغل الفرن بعمل كميه سبونش واقوم حطاها في اكياس في التلاجة، يعني بخليها في الصينيه زي ما هي كده، واحطها في شنطه اقفلها كويس، او الف عليها ورق استريتش واحطها في التلاجة لحد ما استعملها عادي خالص. عشان كان في واحده حبيبه قلبي بتسالني ممكن السبونج يقعد قد ايه في التلاجة. عادي خالص، ممكن يقعد اسبوع، 10 ايام. اهم حاجه ان تكوني بس مقفلاه كويس، عشان خاطر ما ينشفش وما يلقطش ريحه من التلاجة، لان السبونج بيلقط ريحه بسرعه جدا. عملنا هنا الثلاث طبقات. طبعا احنا محطناش صوصات لان هي هيبقى عليها صوصات من بره. حطيناها على القاعدة ديت مقاس 24. انا لما بنزل اجيب قواعد بقوم جايبة مثلا 5 كيلو 24، لان اكتر مقاس بيشتغل معايا هو المقاس 24. ولما بتجيبي كمية زيادة عن الكيلو تقريبا، لما بتجيبي ال5 كيلو هو بيعمل لك خصم لما بتجيبي ال5 كيلو على بعضهم. فانا بنزل اجيب 5 كيلو قواعد مقاس 24 مدور، او 24 او 26، وبجيب مقاس 30 في 30 مربع. بجيب من ده 5 كيلو ومن ده 5 كيلو، وبمشي بيهم الشغل بتاعي كله. لو احتجت قاعدة معينة بقى بنزل اجيب من جنبينا هنا، بس بتبقى ايه، سعرها غالي شوية. لكن طبعا لما بتجيبي كمية بيوفر معاكي، وبتفضل معايا حبة حلوين. بجلس التورته بتاعتي حلو بعد ما عملتها بالسكرابر المشرشر. هبتدي كده اظبطها من فوق بالاسباتولا الصغيره دي. وطبعا لو في اي ديفوهات ولا حاجه انا برجع اعيد عليها تاني، وارجع برضو اظبط من فوق تاني. وفي الاخر خالص بجيب اللي هي الاسباتولا الطويله دي، وامررها كده على البوتاجاز، وبعد كده اعمل بيها التورته بتاعتي من فوق، بتسويها وبتخليها حلوه قوي. امسحها واحطها في التلاجة كده. خلاص حطيناها في التلاجة. طبعا انا بخلص الشغل بتاعي كله اللي هو تجليس، يعني بجلس الشغل بتاعي واحطه في التلاجة، وابتدي بقى امسح المطبخ، الرخامة بتاعتي انضفها. ولو في اي حاجة طبعا ورايا بعملها، بعمل الاكل اللي ورايا، بنضف حاجة، اعمل اي حاجة. وبعد كده بقوم ابتدي ابتدي ازين الشغل بتاعي. بس انا لما باجي انزل الفيديو بقوم منزله لكم كل تورته بمراحلها كلها، عشان خاطر ما نتوهش من بعض. التورته دي طبعا كانت مطلوبه نص فانيليا ونص شوكولاته. عملناها كتير قوي مع بعض، بس هو كل مره بنعمل تغيير بسيط عشان خاطر بس ما يبقاش نفس الشكل. ولما تنزليها على الجروب يبقى فيه تغيير، والناس تحس انها حاجة جديدة ما اتعملتش قبل كده. لكن هي نفس الفكرة، بس احنا بنغير بس ايه، في شكل التزيين شوية، حاجات بسيطة يعني. وطبعا التزيين ده بتاعك انتي بتحطي التاتش بتاعك. اعملي اللي انتي عايزاه واللي انتي تحبيه يعني. انا عملت هنا كده روزوتات كده في نص التورته، جنب بعض كده، واحط عليها كريسبي. برضو شكلها بيبقى حلو قوي. وده اوريو، انا ما كانش عندي اوريو، رحت جبت بصراحه اوريو. ده تقليد اوريو يعني، هو مش اوريو. وبقوم ماسكه البسكوته قسمها بالنص، واحط النص كده زي ما انتوا شايفين. حسيتها اظرف كتير من ان انا احط البسكوته كلها، بتبقى يعني بالنسبه لي بقسمها كده بالنص واحطها. وحطيتها كده، حطيت كده في وسطهم اللي هو البسكوت دوت اللي احنا شايفينه ده.
والناحيه التانية الشوكولاته انا كنت عامله في ورقه، لا مش كان في مولد، كان في مولد سيليكون قلوب. عملت فيه 3 قلوب كده وحطيتهم زي ما انتم شايفين. هي طلبت مني ان انا اكتر الشوكولاته شويه، وحطيت كده شوكولاته اللي هي رولانا. عملت عليها يعني حاجه بسيطه خالص، عملت عليها كده بالنوتيلا وهنا بالجناش. كده خلصت التورته بتاعتنا، ما خدتش حاجه وشكلها حلو والحمد لله عجبت الناس اللي خدوها. الف هنا وشفا على قلبهم يا رب. وكان مطلوب مني دستة جاتو ونص جاتو سويس رول، بس والله للأسف النور قطع، يعني قطع وقت كتير قوي، بس الحمد لله يعني. فتقريبا نص الشغل عملته في الضلمة. فلما جيت امنتج الفيديو لقيته بصراحة سيء قوي قوي، اللي هو اللي انا عملته في الضلمة، فمش هينفع ان انا انزله، يعني مش هتبقوا شايفين حاجة كويس. فطبعا دستة الجاتو دي عملناها، جلسناها في الضلمة، وجبنا بالظبط جبنا التزيين بتاعها، وان شاء الله هنعمل تاني. الفكرة سهلة ما فيهاش اي حاجة. هو هنا عملت كل نص لوحده، كان عندي نص ورجعت عملت نص تاني، عشان كده هو مقسوم كل نص لوحده. يعني كان عندي نص معمول وبعد كده عملت نص تاني. هي طلبت مني، بعتت لي شكل انا كنت منزلاه، فطلبت مني ان انا اعمل زيه. سهل خالص ما فيهوش حاجه. النص الشوكولاته عملناه زي ما انتم شايفين كده دواير، بعد كده خطوط، عشان تحسي ان هو في اختلاف شويه في التزيين. وادي النص السويس رول. طبعا انا لسه عامله معاكم السويس رول الفيديو اللي فات، فما فيهوش اي مشكله. بس هي كانت طالبه مني ان يبقى نصه يعني 3 قطع فانيليا و3 قطع شوكولاته. فانا عملت الاسبونج كله كريمه، الاسبونج عملته كريمه، وبعد كده قسمت بقى من فوق، عملت نصه زي ما انتم شايفين، حطيت عليه جيلو مانجا وجيلو فراوله، والنص التاني حطيت عليه جناش شوكولاته و... ونوتيلا بني. وكان في هنا ده كده الشغل بتاعنا اللي احنا عملناه. كان في حرف الايه، طبعا ما عرفتش انزله بسبب ان النور كان قاطع. قولي رايك يا حبايب قلبي في الشغل عامل ايه. دي كده يعني ده كان الاوردرات دي كانت اتعملت ومشيت، كانت يعني اصحابها كانوا مستعجلين عليها، وطبعا انا كنت تعبت فاستنيت على دي شويه. دي كانت هتتسلم بالليل، فاستنيت على خلصت الشغل اللي انا اللي هم اصحابهم مستعجلين عليهم، وصورتهم وطلعتهم. وبعد كده قمت بقى اعمل دي. طبعا انا زي ما قلت لكم عامله الاسبونشات قبلها بيوم، وقلت اخلي دي كده في الروقان، كده كده اصحابها ما كانوش مستعجلين عليها. وبصراحه كانت تورته حلوه قوي، كان شكلها حلو. دلوقتي هتشوفوا. دي كانت في الصينيه الوسط المستطيله، بعملها ب 500 جرام دي سبونج، 5 بيضات كبار، لو البيض مش كبير اعملي ب6 بيضات، نص كوبايه ميه، معلقه كبيره محسن جل، ونضربهم في العجان. وبرضو انا حطيت طبعا كله مع بعض في الفرن، عملت كله. يعني دي بتاخد لها حوالي ساعة الا حاجات بسيطة، يعني حسب برضو الفرن بتاعك. هو انا بصراحة يعني انا ما بحسبش وقت بالظبط، يعني انا ما بحسبش وقت. انا بعمل حاجة واحطها في الفرن وعادي خالص. الاسبونشات ممكن تفتحي عليها، كل شوية بفتح عليها واشوفها كده، احط ايدي عليها كده اشوفها يعني نشفت ولا ما نشفتش. وبرضو قبل ما بطلع الاسبونج بتاعي بقوم حاطه اللي هو بتاع الشيش طاووق ده، احطه في التورته اشوفها من جوه استوت ولا لا. لكن وقت بالظبط انا ما بحسب لهاش وقت بالظبط، وانت كل واحد والفرن بتاعه. وكميه الاسبونج بسم الله ما شاء الله عملت معانا 3 طبقات حلوين. هي بتاخد لها حوالي كوبايه ونص كريمه. طبعا الحمد لله الحمد لله الجو ابتدى يبقى حلو، وان شاء الله الشتاء كده يجي على خير. ابتدت كده الكريمه يعني تقعد معانا، تصمد معانا شويه في المطبخ. الصيف كان متعب قوي الحمد لله. انا اول ما يعني ببتدي شغل بقوم عامله كميه كريمه كويسه واحطها في التلاجة واطلع واشتغل كل تورته. يعني بطلع التورته اعملها وارجع احط باقي الكريمه في التلاجة وارجع اكمل، لان انا بخاف بصراحه
ان الكهرباء تقطع واحتاس. كده خلاص اخر طبقة معانا. طبعا التورته دي كنت المفروض ان انا احط فيها صوصات من جوه، بس هي صاحبة الاوردر قالت لا هي عايزاها كريمة بس كده. طبعا كل واحد ومزاجه. ابتدي كده اظبط الجوانب بتاعه التورته بتاعتي عشان ما تاخدش كريمة كتير، وعشان ما تغلبنيش في التجليس. بتبقى سهلة كتير اوي لما تساوي الجوانب بتاعه التورته بتاعتك. كده خلاص ابتدي بقى افنش التجليس بتاعي. احط حبة كريمة كده كويسين من فوق وانزل بالسباتولا بتاعتي. حبيبة قلبي لو وصلت لحد هنا ونسيت تصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، انزلي صلي على النبي في الكومنتات وحطي لي لايك. وحبايب قلبي المشتركين الجداد شرفتوني ونورتوني، ربنا يخليكم ليا ولا يحرمنيش منكم ابدا يا رب، والقناة تكبر بيكوا وليكوا كده ان شاء الله. واي حد عايز اي سؤال يكتب لي، الحمد لله انا برد على الكومنتات كلها. ربنا يرزقكم ويوسع ارزاقكم يا رب. كده خلاص ابتدي بقى اجيب السكرابر بتاعي، اعيد مرة واتنين وتلاتة، ولو في اي مشكلة كده برجع اعيد تاني. طبعا بعد ما خلصتها انا يعني صاحبة الاوردر كانت طالباها مني انها تكون بيبي بلو، ما كانتش طالبة شكل معين، وقالت لي انها مش عايزة صور. يعني قالت لي مش حابة ان احنا نحط عليها صور لا سبايدر مان ولا السبونج بوب ولا الحاجات دي، بس هي عايزاها بيبي بلو، فما كانتش مختارة شكل معين. فانا خلصتها كده تجليس وحطيتها في التلاجة، وقعدت كده مع نفسي ادور على تورت اطفال هو عنده سنة. برضو كل التورت اللي الاقيها عليها صور، وهي ما كانتش عايزة صور. فبصراحة رحت انا بقى يعني انا قلت هعمل الشكل اللي انا هعمله دلوقتي ده من دماغي بصراحة. وكان شكل حلو قوي. المهم ان هو الشكل اللي انا هعمله كده بالفرشة السيليكون اللي عندنا اللي عندنا كلنا، يعني الفرشة اللي هي بندهن بيها الصواني دي. فطبعا انا كنت عملت هنا بالسكرابر المشرشر، فرحت فانا فعادي خالص انا هحط الكريمة اللبني يعني هعمله كده مره بالسكرابر العادي، وبعد كده احط الكريمه اللبني عادي، مفيش اي مشكله. كده كده يعني انت هتحطي كريمه تاني بعد الكريمه البيضه دي. دلوقتي هنشوف كل حاجه. عملتها كده وهنا حطيتها في التلاجة، وبعد كده هطلعها بقى من التلاجة. كنت عملتها زي ما انتم شايفين بالسكرابر العادي، عملتها كده يعني برضو مش اللي هو التظبيط اللي هو زي ما احنا شايفين، لان انا عارفه ان انا هحط عليها كريمه تاني اللي هي البيبي بلو. طبعا ما كترتش، هم حبه الكريمه اللي انا حطاهم دول على الكيكه بتاعتي، على التورته بتاعتي، ما كترتش، كنت عامله حبه صغيرين يعني فاضل حوالي معلقتين اهوت. انا كنت عامله حوالي مثلا 4 معالق ولا حاجه، ما كترتش خالص عشان خاطر ما فيش حاجه تتبقى مني، وعشان خاطر كمان ما استهلكش الوان كتير. يعني انا هم حبه الكريمه دول بس اللي انا جلست بيهم التورته، هم اللي انا عاملاهم، ما عملتش اي حاجه تاني. وعامله حسابي ان اللي هعمل رز التات هعملها بالكريمه البيضه. بجلس التورته بتاعتي حلو. همشي مره كده بالسكرابر العادي، وبعد كده هجيب الفرشه السيليكون كلنا بنستعملها وموجوده عندنا في كل البيوت. انا بصراحه عماله افكر مش عارفه اعمل ايه، وحاسه ان انا عايزه اعمل اجرب كده موضوع الفرشه ده، شفته كتير وعايزه اجربه بصراحه، طلع شكله حلو قوي. قولوا لي رايكم في الكومنتات، الفكره حلوه ولا ما كانتش حلوه ولا ايه. عملت كده التورته بتاعتي، اسويها بقى من فوق
برضو بالسباتولا اللي هي الصغننه دي. وبعد كده اجيب السباتولا اللي هي الطويله، هتعمليها بميه سخنه، تمرريها كده على البوتاجاز، وبعد كده تمشي بيها على التورته بتاعتك، بتسويها وبتخليها حلوه. خلاص، بسم الله ما شاء الله، كانت التورته عاليه وحلوه والحمد لله عجبت صحابها. الف هنا وشفا على قلبهم يا رب. هجيب هنا بقى الكريمه البيضه بتاعتي. التب ده عشان كان في ناس بتسالني ده بتاع مكنه البيتيفور، بيبقى فيها كذا تب كده، انا بستعملهم عادي، بيبقى شكلهم حلو قوي قوي في ان انت تحزمي بيهم التورته او تعملي روزيتات فوق التورته حواليها كده، بيبقى شكله حلو احلى من التب الكبير بصراحه. او انا بحب اشتغل بيه، هي اذواق طبعا. وبعد كده بعد ما هحزم التورته بتاعتي بجيب تب اللي هو الكبير، التب العادي بقى بتاعنا، تب الورده المقفوله، وهختار كده ركن في التورته بتاعتي، اي ركن بقى انت استحسني، وهعمل فيه وردات كده بالتب بتاع الورده ده. يعني هعمل حوالي 3 4 وردات، والله ما فاكره بالظبط. اي جنب بقى من جوانب التورته بستحسن انا جنب كده. بس كده خلاص. شكلها حلو قوي بصراحه، وكتب على الطبيعه كان شكلها جميل كمان. هبتدي هنا انا كاتبه الاسم بتاع الولد، كاتباه بالمولد السيليكون ده زي ما هي طلبت. هابي بيرث داي محمد، كل سنه وهو طيب، ربنا يخليه لها ويبارك لها فيه. ايه رايكم في التورته بتاعتنا يا حبايب قلبي؟ قولوا لي رايكم في الكومنتات. هي كده خلاص، احنا بس هنرص الحروف، وهجيب شويه سبرينكل كده عملته بالدست اللؤلؤي. انا عامله علبتين كده من اللي هو بيبقى فيهم البسكويت، عامله علبه فيها سبرينكل حاطه فيها دست لؤلؤي، والعلبه التانية فيها اللي هو الكريسبي برضو عاملاه باللي هو الدست اللؤلؤي برضو، عشان خاطر انا يعني بستعمل على طول، مش كل ما تعوزي تعملي تورته تقعدي تعملي، لا اعملي كميه وشيليها عندك، مش بيجرالها اي حاجه، واما تيجي تشتغلي حطي منها على طول. هنا جيت احط اللي هو الكريسبي الكبير ده، حسيت ان شكله مش ظريف، رحت جايبه الصغنون ده ورحت حطاه كده. هرش بقى السبرينكل بتاعي، وكده خلاص التورته بتاعتنا خلصت والشغل بتاعنا خلص. قولوا رأيكم يا حبايب قلبي في الكومنتات، سامحوني معلش على التأخير، وإن شاء الله نتقابل مع بعض في فيديو جديد. بتوحشوني من الفيديو. مع ألف سلامة حبايب قلبي.